اهلا، مساء الخير. على السريع رح نعمل بسبوسه. اول مره اعملها، بس ان شاء الله حتطلع لذيذه. فراح ابدا ببيضه واحط عليها حليب مكثف حليب بودره، فانيليا، احط عليها سكر، راح اكتب لكم المقادير. احط عليها الزيت، كيان هدوء، واحط عليها كمان علبة القشطة اخلط لما يذوب السكر تماما. بعد ما خلطتها وتأكدت انه السكر داب، راح احط عليها علبتين من السميد، وكل المقادير بنفس علبة القشطة. احط عليها عشان اعمل لها نكهة جديدة او نكهة معروفة بيعملوها، يعني هيل، عشان لا تقولوا انه مو جديدة. انا عارفة في واحدة هتيجي تقول لي لا ما هي جديدة. هيل، زنجبيل، قرنفل، بيكنج باودر، ونخلط. والمفروض ملح، بس خلوني احط ملح وارجع لكم. هدي رشة الملح ونخلط كويس. خليط البسبوسة هذا راح اقسمه قسمين لاني انا ابغاها اليوم محشية، حنختصر الاسنابات ونقسمها في اكياس حلواني. هذا هو قوام البسبوسة، القوام الصحيح لاي بسبوسة. هذا عندي كيس الحلواني، تمام، حطيته في كاسة قزاز واقسم نص الخليط. كده اقدر اشتغل فيه بكل سهولة. عندي هنا القشطة، انا مجهزت لها كيس. فتقدروا تعملوا القشطة المطبوخة. انا اليوم عشان مستعجلة فراح استخدم الجاهزة. هنا عندي علبتين او 3 علب من القشطة الجاهزة على حسب ما احط، تمام. راح اكتب لكم كمان مقادير القشطة المطبوخة، بس اللي حابة تسهلها على نفسها زي كده تستخدم 3 علب. المطبوخة حتكون أضبط، بس هذه كمان تؤدي الغرض. بس استخدم النوع اللي أنا استخدمته، لأنه في أنواع قشطة لما تحطيها كده زي ما هي تدوب جوا خليط البسبوسة، فاهمين؟ فمو أي نوع قشطة. وترى على فكرة يعني هذه ترى أحيانا تدوب، بس أنا قاعدة أحطها وهي باردة، فإن شاء الله إنها تبان شوية في الخليط. تجارب. للتشريبة راح أحط حليب أبو قوس اللي هو حليب الشاي المبخر، مكتوب عليه عدني. ممكن تستخدمي اللي بالهيل. إذا ما عندك اللي عدني أو اللي بالهيل استخدمي السادة وضيفي عليه بهارات الكرك. فأنا راح أحط هذا، وراح أضيف كمان بهارات الكرك عشان للي ما عندهم. راح أحط علبة كاملة من الحليب المكثف المحلى.
علبة الشاي المبخر كاملة. تمام. اللي ما عندهم بهارات، اللي ما عندهم حليب ابو قوس عدني او ما يلاقوه، هيحطوا قد كده هيل، قد كده زنجبيل ناشف مطحون، رشة بسيطة مرة صغيرة من القرنفل المطحون. وهذه بسبوستنا خلصت. على طول راح اجيب التشريبة اللي انا عملتها وهي حارة، راح اشربها فيها. طيب بما انه سيارتي جات فانا لازم اخلصها على السريع، بس راح اوريكم كيف شكلها لما اقطعها. طبعا ما حطيت كل كمية حطيت تقريبا 3/4، فراح احاول اقطعها، واذا شفتها احتاجت شيرة او تشريبة ازيد. طيب هنزينها بشوية فستق، وما في وقت اني انا اوريكم التقديم النهائي ومن جوا كيف شكلها، لانه خلاص انا ماشية. بس ان شاء الله باذن الله انها امورها طيبة.